بقول الله ودود، يعني محب لكم عطوف. ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان. هاي، عاملين ايه؟ النهارده كده روتين خفيف. هنعمل مع بعض كذا حاجة، فتعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا كالعادة وربنا ما يقطع لنا عادة. كان في مواعين. انا معرفش المواعين دي بصراحة بتيجي منين. بحاول على قد ما اقدر واكون واقفة اغسلهم اول باول، بس برضو بيطلع مواعين كتير قوي. فهنا قلت اغسل كده المواعين دي قبل ما اعمل اي حاجة. علشان بس ايه المطبخ يبقى قدامي هادي. وبعدين رحت عملت فطار كده ليا بسيط. قلت اشرب حاجة سخنة لان الجو كان ساقعة. والمنقذ بالنسبة لي في الغدا المكرونة. المهم مش مهم اعمل ايه جنبها، بس مهم يعني يكون في مكرونة او رز. بتحللي الازمة بصراحة، ازمات كتير اوي مبقاش عارفة اعمل فيها اكل ايه. فقلت اسلق كده مكرونه ونشوف هعمل جنبها ايه. فقلت اعمل فراخ كنتاكي. بس انا مش عايزاكوا، انتوا هتلاقوا شكلين للفراخ في الشكل النهائي. واحده غامقه قوي وواحده فاتحه قوي. اول حاجه بس انا هنجيب معلقتين من النشا، على برضو نقول معلقتين ونص كده دقيق. المقادير دي مش لازم تبقى بالظبط، يعني انا حاطه كده بالبركه، يعني مش ماشيه على معايير معينه. حطيت النشا وحطيت الدقيق وحطيت ملح. وهحط بقى هنزل بباقي البهارات، توم باودر على بصل باودر على رشه من الحبهان على رشه من جوز الطيب، على رشه من السبع بهارات، على رشة من الكزبرة الناشفة والكمون و ورشة كمان من الكاري او الكركم المتاح عندكم. في ناس بتحط الاتنين مع بعض. انا كان متاح عندي الكاري بس ما كانش عندي كركم، فحطيت كاري وحطيت شوية مية كده. وهقلب الخليط ده مع بعض. على فكرة الخليط ده مش برميه، يعني لو بقى منه حاجة بحطه في كيس واشيله في الفريزر. لو عوزت اعمل فراخ كنتاكي تاني بطلعها تفك واقوم عاملاها، ممكن اكمل عليها. بس في كل الاحوال مش بتترمي لو اتبقى منها حاجة، لو ما اتبقاش خلاص. فهنا قلبت الخليط كله مع بعض. اهم حاجة بس ان انت تقلبي كله مع بعض عشان يتجانس كله. وهنا حطيت الفراخ وبقلبها في الخلطة. في ناس بتبيتها قبلها بيوم وبتبقى طعمها تحفة. كل ما بتقعد في الخلطة اكتر بيبقى الطعم احلى واحلى. بس انا بصراحة ما قعدتهاش، هي كانت ساعة تقريبا بس اللي قعدت في الخلطة وبس. هنا جبت طبق بقى تاني بعد ما ساعة عدت، وحطيت برضو معلقتين نشا على حبة من الدقيق، او حطي حبة نشا ملناش دعوة بالمعالق يعني. مش شرط معلقة، تبقى معلقة وحبة من الدقيق. وبتحطي عليها نفس البهارات والخلطة اللي انت حطيتيها في التتبيلة. انا بقى ما عملتش كده، انا اكتفيت بالنشا والدقيق وبس. بصراحة كنت مستعجلة، بس انا لو كان معايا وقت برجع احط التوم باودر والبصل باودر والملح والكاري والسبع بهارات والفلفل الاسود، بحط كل ده تاني. بس انا ما كانش معايا وقت. فهنا هرجع احطها بقى في النشا مع الدقيق. بنبدرهم بقى. واهم حاجة يعني الزيت بيبقى اوريدي على النار، بيبقى سخن. وبنتبلهم كويس قوي وبتسيبيهم
نص ساعة، ربع ساعة على الجنب ده وربع ساعة على الجنب ده، وتبقى نار آه النار بتبقى واطية عليهم. يعني في الأول بتبقى نار عالية عشان الزيت بيبقى سخن، وبعد كده بتوطي النار، بتسيبي كل ما بتحطي بقى كذا قطعة مع بعض، بتسيبيها نص ساعة، ربع ساعة على الجنب ده وربع ساعة على الجنب ده. هي اوريدي هتلاقيها على النار بتبك الدم بتاعها وبتطلع الدم بتاعها عادي، وبتستوي، بتبقى جميلة جدا. آم، بس اهم حاجة تنفضيها من الدقيق والنشا. آه، يعني ما تطلعهاش مرة واحدة، لازم تنفضيها كده من الدقيق والنشا، وتحطي يعني وتغطيهم كويس قوي بالتتبيلة او بالنشا دي والدقيق، وتبقى متغرقة كده. انا قلت اخلص الكمية آه، مرة. وفي على فكرة ممكن تشيلوه، يعني لو بقى حاجة برضو ممكن تشيلوها بتتبيلتها عادي في الفريزر، مش هيحصل حاجة. انا هنا كنت بتبلها واحط احط على النار على طول في الزيت، والزيت كان سخن زي ما قلت لكم، وبعد كده وطيت النار عليهم خالص. هي اكله سهله وسريعه ومنجزه بصراحه في اي وقت، والاطفال والكبار كلنا بنحبها. وده كان الشكل النهائي. انا عايزه اقول لكم ان اللي كان فرق بقى ما بين الغامق والفاتح، ان انا بدل ما كنت حطيت سحلب، حطيت نشا، حطيت آه بدل ما احط النشا حطيت سحلب. ما حدش يقول لي ازاي، ما حدش يقول لي انتي ما شمتهوش، لا ما شمتهوش خالص. اكتشفت بقى في الاخر. وبكده يكون الروتين خلص، واليوم خلص الحمد لله، وربنا يديمها علينا نعمة يا رب.